كيفاش سميه. نحكيو على الترجي الرياضي التونسي، هو الان متصدر الدوري التونسي. فما تذبذب في النتائج على المستوى المحلي، يعني الفريق ماهوش قاعد يقدم في الاداء اللي ينتظروا منه الجمهور. صحيح فما عدم رضا على النتائج الاخيره، وكان فما اجتماع للسيد رئيس الترجي الرياضي التونسي سيد حمدي المدب مع المدرب، ووضع نقاط على الحروف وصار برشا كلام. لكن كونك تخمم باش تغير مدرب في الفتره هذه الحساسه، الفتره صعبه شوي، فتره حساسه. الترجي مقبل على الالتزامات الدوليه بما فيها مباراه ماميلودي سان داونز في نطاق بطولة افريقيا، دونك صعيب ياسر كان ينجم يصير حاجه هكا. الحاجات اللي تتلام على المدرب هذايا ماهيش النتائج، لانه اذا كان باش تحاسبه هو متصدر الدوري التونسي ومترشح في البطوله الافريقيه، يعني ما عندكش البوفوار باش تحاسب. ينجم يقول لك انا رياضيا نتائجي الى حد الان مقبوله حتى كان فما عثرات. لكن هو راهو اي فريق ينجم يتعرض معناها لعثرات معينه معناها اكيد. لكن الحاجه الكبيره اللي انا نحب المنتخب. فوالا دوك جماعه اللي انا لهنا نحب المنتخب. برا عندي فريق، لكن هنا كي طلعت الفريق نتاعك شنو؟ نحكي محايد. الهويه، المشكل الكبير اللي جماهير الترجي الرياضي التونسي تعيبوا على المدرب هذا كونه ما صنعش هويه للترجي، يعني الايدونتيتي. الترجي فريق متعود وقت اللي يهبط في مباراه يحاول يسيطر عليها، يهيمن عليها. المدرب هذا سامحني جست نكمل لك، المدرب هذا نقطه ضعفه نقطه تواصليه. ما فماش التواصل، ما يتعداش بالكدا معناتها من بينات هو والجوارات. ما فماش معناتها مونك دابليكاسيون نتاع الافكار اللي يحبهم هو باش نكونوا مؤكدين. الاداره وفقت في الانتداب هذا، لكن الممارسه الحاليه فيها برشا شوائب. ان شاء الله معناها التواصل بيناتهم صعب، ان شاء الله يتجاوزها الترجي الرياضي التونسي. بالنسبه للنادي